السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين بخير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله، ودائما مع مطبخ ماريا البسيط. اليوم ان شاء الله جيت نوجد معكم الحوت بطريقه زوينه في الفران. ندوز للمقادير وطريقه التحضير. هنا عندي في المقادير عندي كيلو تاع السردين، هنا عندي العطريه، عندي شويه الخرقوم مدقوق، شويه الهريسه، شويه الابزار، شويه التحميره، شويه الكمون وشويه الملح. انا هنا في بلاصه الربيع ما غاديش ندير الربيع، غادي ندير شويه الزعتر، كتجي النسمه ديالو زوينه هو واليازير. المهم انا هنا عندي غير الزعتر، ما عنديش اليازير. عندي هنا الثومه، عندي هنا واحد الحامضه. ندوز لطريقه التحضير. غادا ندير العطريه هنا، نزيد عليها الثومه وشويه الزعتر. الزعتر جبتو طري وكارم خضر زوين. ناخذ الحامض. دابا مع البرد دابا مع البرد كل الحوت مزيان. انا عارفه البنات كلشي كيعرف تبارك الله يصاوب الحوت، غير قلت نشارك معكم الطريقه ديالي صافي. نعاود نحرك مزيان. صافي دابا هي الشرموله ديالنا واجده. دابا غناخذ الحوت اللي الشرموله مزيان. او كما كتشوفوا راه الحوت صغيور، انا ما كرقليش داك الحوت الكبير حيتاش ولادي باقي صغار ما تيقدوش ياكلوا ليا. الشكل ديال الحوت بعد ما شرملته معاكم ها هو فين. انا غادي نخليه، غندير في الثلاجه نخليه شويه يشرب العطريه. من ما بغيت نقليه ديك الساعه هانتوما معايا. هنا البنات جبت واحد الطاوه اللي غندخلها للفران، درت ليها الكاغط تاع الفران
وجبت هنا شويه الفينو وهنا هالحوت. ودابا غادا ندوز نصاوب معاكم باش ندخلو للفران يطيب ان شاء الله. البنات غندوز نتوما كيف ما كتشوفوا، ها هي الحوته ندير لها هكا في الفينو هكا، شو كيفاش، وغنحطها في اللاطه بحال هكا ونحطها في اللاطه. ها هو كيف ما كتشوفوا انا كملته دابا، راه باقي ما طابش. انا غنشعل ليه الفران وندخلو ليه يطيب وهانتوما معايا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحوت ديالنا اللي طيبت معاكم. طيبته في الفران، شوفوا الشكل ديالو كيف كيجي، كيجي ناشف وزوين. راه ما زدت فيه حتى قطره تاع الزيت، نقطه تاع الزيت ما زدتهاش فيه. ها هو كيف ما كتشوفوا راه الكاغط ما حيدتوش، مع مني ما كتحيدوش ليه الكاغط، مع مني ما كديروش ليه الزيت بحال تيشد شويه. والحق ها نتوما كيجي مقرمش وزوين. كنتمنى تجربوه ويعجبكم، وإلا عجبكم ما تنسونيش من جيم ابوني وبارطاجيو وخليوا لي شي تعليق زوين. وشكرا على المتابعه، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.